السلام عليكم. النهارده هندخل في موضوع مهم جدا وهو الاستراتيجية التسويقية. يعني ايه استراتيجية تسويقية اصلا؟ وليه بنحتاج نعملها؟ وايه هي الاهداف اللي بنسعى نحققها من وراها؟ ده كله هنشرحه بالتفصيل وببساطة علشان الكل يستفيد. اول حاجة هنبدأ بيها هنفهم معنى استراتيجية التسويق. يعني هنشوف ازاي تخطيطنا للتسويق بيساعدنا نوصل لأهدافنا بطريقة منظمة ومدروسة. مش بس كده، كمان هنتكلم عن الأسباب اللي بتخلينا نفكر في استراتيجية تسويقية من الأساس. يعني ليه نعملها؟ وإيه الفايدة اللي هنجنيها من وراها؟ وبعد كده هنخش في قلب الموضوع وهو أهداف الاستراتيجية التسويقية. هنشوف إزاي تحديد الأهداف بطريقة صحيحة ممكن يغير من أداء شركتك أو مشروعك الأحسن. ومش هنقف عند كده، هنتعلم كمان إزاي نقسم السوق بطريقة تخدم استراتيجيتنا وتساعدنا نوصل لجمهورنا المستهدف بكفاءة أعلى. يعني في النهاية هتعرف تعمل استراتيجية تسويقية محكمة تقدر تحقق بيها أهدافك وتزود من فرص نجاحك في السوق. يلا بينا نبدأ ونشوف ازاي نقدر نحقق كل ده. وقبل ما نكمل عاوز اقول لكم على حاجة صغيرة بس مهمة جدا. لو عجبكم كمان اللي بنقوله دلوقتي وحسيت انه مفيد ليكم، ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك للفيديو ده. اللايك بتاعكم بيشجعنا وبيخلينا نحس ان في ناس بتستفيد، وده بيدينا دافع نكمل ونجيب لكم محتوى احسن واحسن. وكمان لو لسه مش مشتركين في القناة يبقى الوقت ده دلوقتي علشان تشتركوا، لاننا لسه عندنا كتير جدا نتكلم عنه، خصوصا لو انت صاحب مشروع صغير او بتفكر تبدأ مشروع جديد. هنكون مع بعض خطوة بخطوة نشوف ازاي تقدر تطور من مشروعك وتكبره. نرجع بقى الفيديو النهاردة. الاستراتيجية التسويقية، ماركتين استراتيجي، زي ما شفت في قطر التسويق بتمثل العقل التسويقي واللي هيجاوب عن سؤالين في قمة الأهمية. أول سؤال، هروح لمين بمنتجاتي وخدماتي؟ تاني حاجة، ومين؟ ده هيشوفني ازاي وسط السوق والمنافسين فيه وزحمة منتجاته وخدماته. الشركة مش بتقدر تحط استراتيجية للسوق بدون المعلومات اللي جمعتها عن السوق، سواء بقى عن طريق مخابراتها التسويقية أو مصادرها الداخلية أو عن طريق بحوثها التسويقية المنظمة. بعد ما تجمع الشركة المعلومات التسويقية اللي محتاجاها، بتبدأ تحدد إيه هي أهدافها في السوق واللي بتبقى مناسبة لإمكانياتها ومواردها. وبعد ما تحدد أهدافها بتبدأ تقسم السوق لشرايح سوقية أصغر وتستهدف الشرايح السوقية المناسبة ليها. الاستراتيجية التسويقية هي الأساس لكل الخطوات العملية الفعلية اللي هتمشي عليها الخطة والعملية التسويقية بعد كده. فمثلا دلوقتي الشركة هتطور منتج رائع وتسعير منافس وتوزيع مذهل ودعاية مبدعة، وفي الحقيقة كل المصطلحات الجميلة ديت ملهاش أي معنى إذا ما اتعملتش بناء على الفكر والاستراتيجية التسويقية الصح اللي هتحطها الشركة. وخلينا ناخد مثال، الشركة دلوقتي هتطور المنتج، يا ترى هتحط ليه معايير جودة إيه وخصائص ومزايا إيه فيه؟ بدون ما تعرف الشريحة السوقية المناسبة اللي هتستهدفها. فالشريحة واحتياجاتها والشكل اللي عاوز الشريحة ديت تشوفنا عليه اللي هو البوزيشن هما اللي هيحددوا لي شكل المنتج اللي هتطوره الشركة. مثال كمان في التسعير، الشركة هتعمل تسعير ممتاز عبارة عن سعر قليل جدا للمنتج، وهتكون دي ميزة من مزاياها التنافسية. لكن هو ممكن تعمل النوع ده من التسعير إذا كانت الشريحة السوقية اللي مستهدفاها شريحة عالية الدخل جدا والطبقة الاجتماعية بتاعتها أعلى حاجة؟ أكيد لأ. وبالتالي فلازم الشركة تطور وتحدد الأول الاستراتيجية التسويقية المناسبة، وبعد كده تبدأ تطور نظام التسعير المناسب. نفس الكلام ده بينطبق على التوزيع، فالشركة ما ينفعش توزع في كل مكان في البلد مثلا إذا كانت بتستهدف الطبقة عالية الدخل والمعيشة، ولا هتحط إعلاناتها في الشوارع في أي مكان بشكل عشوائي إذا كانت هتستهدف نفس الشريحة الراقية من المجتمع، وهكذا. يبقى دلوقتي الشركة محتاجة تحط استراتيجية تسويقية على أساسها هتطور كل خطوة تسويقية وبرنامج تسويقي بعد كده. تعال بقى نتكلم عن أهداف التسويق، الماركتين أوبجيكتيفز. في سؤال مهم بيتسأل، هو إيه اللي الشركة تبدأ بيه الأول؟ تحديد الأهداف وبعدين تدرس السوق، ولا العكس بإنها تدرس السوق والبيئة المحيطة وبعدين تحط أهدافها التسويقية؟ الإجابة الأدق هي الإجابة التانية. لازم الشركة تدرس البيئة المحيطة الأول وبعدين تحط أهدافها. سبب الإجابة ديت بسيط جدا، وهو إن على حسب ظروف السوق والبيئة الشركة بتقرر هتبدأ شغل في السوق أصلا ولا لأ، أو تبدأ دلوقتي ولا تأجل شغلها فترة. كمان الأهداف التسويقية بيكون ليها وقت وأرقام محددة، وده مش ممكن يحصل بدقة إلا لو كانت الشركة دارسة سوقها صح وعارفة هتحط أهدافها على أساس إيه. مثلا الشركة هتحط هدف إنها توصل لمبيعات 100,000 جنيه أو أرباح صافية ب10,000 جنيه. كل الأهداف ديت هتفضل أحلام مش معروف ممكن تتحقق ولا لأ، إلا لما تعرف الشركة فعلا الطلب الموجود على السلع أو الخدمة اللي بتقدمها قد إيه، والطلب المتوقع على منتجاتها الجديدة قد إيه، وتدرس المنافسين والموزعين والموردين وظروف البيئة الاقتصادية والثقافية وإلخ إلخ.
وكل ده هيديها مؤشر قريب جدا من الصح علشان تحط أهدافها بدقة. وأهداف التسويق كتيرة، لكن أهم 3 أهداف تسويقية معروفة بتكون ثابتة في أغلب خطط التسويق. أول حاجة تحقيق أرباح profits. تاني حاجة نصيب سوقي market share. تالت حاجة نشر اسم المنتج brand awareness. ونتكلم عن أول هدف تحقيق أرباح profits. والأرباح مختلفة عن المبيعات اللي هي السيلز، لأن الأرباح بتكون صافية والمبيعات لسه بيتخصم منها التكاليف والالتزامات المالية اللي على الشركة. الأرباح المستهدفة علشان تبقى في صورة دقيقة لازم الشركة تدرس الطلب المتوقع والطلب اللي المفروض يحصل على المنتج علشان تحقق الأرباح دي، وكمان هتحسب الالتزامات المالية اللي المفروض تخصمها من الفلوس اللي جاية للشركة. وكل العوامل ديت هتساعدها تحط هدف فيه أرباح منطقية وممكن تحقيقها. تاني حاجة نصيب سوقي market share، وده جزء من السوق اللي الشركة هتقدر تاخده من المنافسين، والنصيب ده بيتحسب على حسب المبيعات، كمية المبيعات اللي بتحققها الشركة بالمقارنة مع المنافسين. النصيب السوقي ليه طرق كتير علشان يتحسب، وأشهرها مثلا في سوق المنتجات الاستهلاكية هي إن الشركات المتخصصة في الأبحاث وتجميع البيانات الداتا زي شركة نيلسون الشهيرة بتحسب حجم المبيعات السيلز فوليوم اللي بتحققها الشركات، وبتحدد على أساسه النصيب السوقي اللي بتحتفظ بيه كل شركة من الشركات المتنافسة في الصناعات المتشابهة اللي هو السوق الواحد. تالت حاجة نشر اسم المنتج براند awareness، والهدف ده معناه إن الشركة ينتشر اسم منتجها ويعرفوا عدد معين من الناس، والشركة بتحدد العدد ده من الناس تقريبيا، وطبعا كل ما يزيد العدد ده بيزيد معاه العدد المحتمل تحوله من الناس دول لمشترين وعملاء للشركة. الشركات اللي بتعتمد على أساليب الترويج والإعلان المكثف الماس كوميونيكيشن بيكون هدفها إنها توصل لعدد أكبر من الناس، بالمقارنة مثلا مع الشركات اللي بتستخدم أساليب التسويق المباشر الدايركت ماركتين. وعلشان ما اطولش مدة الفيديو هتكلم دلوقتي عن تقسيم السوق، وهيكون في فيديو تاني بنتكلم فيه عن الاستهداف وتطوير الصورة الذهنية البوزيشنين. تقسيم السوق أو الماركت سيجمنتيشن، كانت الشركات زمان بتعمل منتجات أي حاجة لأي حد وبتعمل لها إعلانات في أي مكان وأي وقت، لحد ما التسويق جه واتكلم عن حاجة اسمها تقسيم السوق، وقال إنها مش شطارة إنك تلعب على كل السوق، لأنك بكده بتفقد كتير من مجهودك ووقتك في ناس وأماكن مش مناسبين للمنتج بتاعك. ده غير إنك قريب ممكن الموضوع يخرج بره إمكانياتك وما تقدرش لا تنجح هنا ولا هنا. طب زمان كان منطق عدم تقسيم السوق مقبول شوية، وقت ما كانت المنافسة منحصرة في شركات محدودة في كل مجال، والناس عارفاها ومضطرة غالبا إنها ما تخرجش بره الشركات دي. لكن دلوقتي المنافسة بقت شرسة والسوق بقى غابة ما بترحمش. كل المزايا التنافسية بقى ينفع تتقلد، والعالم كله بقى سوق واحد بسبب التكنولوجيا والإنترنت. وإذا كانت الشركة مش هتقدر تنافس صح في السوق الصعب ده، يبقى بلاش تنافس أحسن، لأن فشلها الأكيد على الأبواب. كنت زمان بتفتح شركتك في القاهرة أو اسكندرية وإنت عارف كويس احتياجات منطقتك وعارف إنهم هيجولك يشتروا منك، لكن دلوقتي دخل عليك عوامل كتير، منها إن الشركات كتير هتلاقيها دخلت على منطقتك من بره أو ممكن من قارة تانية خالص. ولقيت إن التسويق الإلكتروني والتسويق المباشر قضى على ميزتك في السيطرة على قنوات التوزيع، ولقيت إن ميزتك التنافسية اتقلدت بمجرد ما ظهرت في السوق. وده غير عوامل كتير خلت الشركات تفكر في طريقة تقسيم السوق. تقسيم السوق بيتم في مراحل، بتبدأ من مرحلة إن مفيش تقسيم خالص وساعتها بنسميه الماس ماركتين، لحد ما يوصل لمراحل عالية جدا من درجات التقسيم والاستهداف، واللي فيها الشركة ممكن تستهدف فئات صغيرة أو مهملة جدا النيش ماركتين، وأحيانا أشخاص individual marketing، زي مثلا الشركات اللي بتستهدف أفراد وشخصيات عالمية مشهورة وتعمل لهم منتجات متفصلة ليهم. مش معنى إن الشركة قسمت سوقها لشرايح واستهدفت شريحة معينة إنها هترفض إنها تبيع أو توصل رسالتها للشرايح التانية. فمثلا لو موتوسيكلات هارلي ديفيدسون مستهدفة شريحة سنية معينة آخرها مثلا 40 سنة، يبقى معنى كده إن لو جه راجل عنده 50 سنة عاوز يشتري الموتوسيكل ده الشركة هترفض؟ أو مثلا هتكتب على الموتوسيكل من سن كذا لسن كذا؟ مستحيل طبعا. اللي بتعمله الشركة إنها بتقسم السوق وبتحدد فين الشريحة الرئيسية وفين الشرايح الثانوية، وتركز معظم جهدها وطاقتها على الشريحة الأساسية. أما لو جه حاجة من ناحية الشرايح الثانوية فخير وبركة. تعال بقى نتكلم عن طرق التقسيم. في كذا معيار هنقسم على أساسها السوق. أول حاجة التقسيم الجغرافي، تاني حاجة التقسيم الديموغرافي، وتالت حاجة التقسيم النفسي، ورابع حاجة التقسيم حسب خصائص الشراء. التقسيم الجغرافي يعني هنقسم الناس حسب أماكن تواجدهم، زي تقسيم البلاد، مصر، السعودية، السودان.
أو تقسيم المحافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، أو الأحياء مدينة نصر، مصر الجديدة، العباسية، وهكذا. أو ممكن على حسب الكثافة السكانية زي كثافة سكانية عالية، متوسطة، منخفضة، أو جو المناطق زي مناخ دافي ومناخ بارد، وهكذا. أما التقسيم الديموغرافي حسب خصائص الأفراد زي السن والنوع والمرتب والتعليم والديانة والوظيفة وأي عوامل بتتعلق بالفرد. لاحظ إن التقسيم الديموغرافي ده هو أشهر تقسيم وهو الأسهل إنك تستخدمه، وكمان على أساسه هتحدد وهتعرف تقسم حسب الأنواع الجاية. يعني مثلا شركة أحذية جديدة ممكن بعد ما تقسم ديموغرافيا هتستهدف بالشكل ده: هنخدم الشباب الذكور المصريين من سن 17 ل 30 واللي دخلهم الشهري ما بين ال 10,000 ل 20,000. في نقطة مهمة هنا، وهي إننا لازم نفرق ما بين الطبقة الاجتماعية السوشيال كلاس ومستوى الدخل الانكم كلاس، وإنهم مش لازم يبقوا حاجة واحدة. ففي ناس مستوى دخلهم عالي بس طبقتهم الاجتماعية قليلة، زي مثلا واحد من مكان فقير أو شعبي وبقى ممثل أو لاعب كورة، فهتلاقي مستوى الدخل مثلا من 15,000 ل 50,000، لكن الطبقة الاجتماعية ممكن تكون متوسطة أو أقل من متوسطة. تالت حاجة التقسيم النفسي، وهنقسم فيه الناس حسب طبيعتهم ومستوى المعيشة وأسلوب حياتهم وشخصيتهم. مثلا أسلوب الحياة أو اللايف ستايل هو معيار مهم جدا للشركات في التقسيم. فلو قلنا إن في شباب عملي من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، هتلاقي في شباب تاني حياته فاضية أكتر، بينزل بالليل يقعد مع صحابه ويروح حفلة كذا ويسهر للصبح ويصحى متأخر، ينزل يروح النادي وإلى آخره. ونوعية تالتة حياتهم رياضية، فهنا الشباب بيروح النادي ويشترك في مسابقات رياضية وغيره. والتقسيم النفسي بيشمل كمان تقسيم الناس حسب الشخصيات، ففي الذكي وفي الطموح وفي العصبي وفي الاجتماعي وهكذا. آخر نوع هو التقسيم حسب خصائص الشراء. التقسيم هنا بيكون على حسب الخصائص الشرائية للناس، فمثلا في حين إن في ناس موسمية في الشراء يشتري في المواسم زي الصيف أو الشتاء أو قبل العيد أو في الأوكازيونات، هتلاقي في صنف تاني بيشتري في كل وقت ومش بيفرق معاه الموسم. كمان الشركة ممكن تقسم السوق على حسب درجة ولاء المشتري، فمثلا في ناس ما عندهمش ولاء لمنتج معين لكن بتحركهم الظروف والأسعار، وفي ناس في المقابل عندهم درجة ولاء عالية جدا للمنتج زي مثلا عملاء شركة آبل. والنوعية ديت لما تستهدفها الشركات بتبقى عارفة إن المشتري مش بيفرق معاه السعر أو الظروف ودايما عينه على المنتج وأخباره، وعشان كده مثلا آبل عندها عملاء أقل من منافسينها زي مايكروسوفت مثلا، بس طبعا عارفين إن العملاء دول هيكون معاهم في أي وقت وبيقبلوا بأسعار آبل الأغلى من المنافسين. دلوقتي عاوز أوضح حاجة مهمة جدا في التقسيم خصوصا والتسويق عموما. أحيانا بيبقى الفشل في التسويق بسبب الالتزام الحرفي بالتسويق. يعني تعالى نتكلم على التقسيم وانت بتقسم السوق. مش لازم ابدا تستخدم كل الاساليب في التقسيم، احيانا بيكون التقسيم حسب معيار واحد بس كفايه، زي مستوى الدخل او النوع او المنطقه الجغرافيه. يعني مثلا وانت بتقسم حسب الاماكن الجغرافيه فضلت تعد كل بلاد مصر وفي الاخر انت عارف انك بامكانياتك ما تقدرش توصل غير للقاهره بس. طيب ايه لازمته التقسيم؟ او انك قسمت حسب النوع ذكور واناث والمنتج بتاعك قهوه مثلا، يا ترى القهوه بيفرق معاها اللي بيشربها واحد ولا واحده؟ برضه ملهاش اي لازمه التقسيمه دي. أو إنك تقسم شرايح مش واضحة ومش عارف تقيسها، زي الأذكياء جدا، الأذكياء نص نص، اللي مفهومش ذرة ذكاء. هي التقسيمة ممكن تبقى مفيدة بس الحقيقة مفيش إحصائية واضحة تقولك كام واحد ذكي في مصر وكام واحد غبي. لو عندك منتج هتوصله عن طريق الإنترنت وكل الدعاية بتاعتك أو أغلبها على النت، يبقى ما تقسمش مصر لقرى ونجوع وتكتشف إن أغلب الشرايح ما بيوصلهاش نت مثلا. اللي أقصد أقوله في تقسيم السوق لازم يكون لعملية التقسيم معنى وهدف. فأنت بالفعل عندك شرايح سوقية كتير تقدر توصلها المنتج وتخدمها، بس محيراك لأن إمكانياتك التسويقية والمادية محدودة، وبالتالي طبقا للتسويق النهاردة يبقى أنت هتختار أكتر شريحة من الشرائح اللي محيراك تكون مربحة وتقدر توصلها بسهولة وتخلق منها عملاء على درجة كبيرة من الولاء. الجزء الثاني من الاستراتيجية التسويقية، والفيديو ده هنتكلم فيه مع بعض عن الاستهداف وتطوير الصورة الذهنية. الاستهداف أو التارجتين. خلاص قسمت قدامك دلوقتي استراتيجية من 3. أول حاجة هتنسى الفروق ما بين الشرايح وتعمل منتج يناسب كل الناس، وبالتالي مش هتستهدف شريحة معينة. والاستراتيجية ديت أسهل في التنفيذ مع كتير من المنتجات الاستهلاكية زي المأكولات والمشروبات واللي التقسيم فيها مش بيكون مفيد قوي. هتلاحظ لما تتعمق أكتر في التسويق إن الاستراتيجية ديت بدأت تنقرض تماما في العالم التسويقي، وده لنفس السبب اللي قلناه قبل كده: المنافسة الشرسة وعدم كفاية الموارد. وبنسمي الاستراتيجية ديت الماس ماركتين. تاني استراتيجية هتعمل استراتيجية وخطة
وبرنامج مفصل لكل شريحة من الشرائح السوقية اللي طلعت معاك في التقسيم. وده بينجح في حالة الشركات العملاقة أو على الأقل المتاح عندها الموارد والإمكانيات إنها تعمل حاجة زي كده. الاستراتيجية دي تم تطبيقها على شركات عالمية كتير زي جنرال موتورز العملاق الأمريكي اللي بتعمل عربية لكل شريحة سوقية. فهتلاقي على خط إنتاجها العربيات بدأ من العربية الصغيرة جدا لحد الحافلة العملاقة جدا. أسهل طريقة تتخيل بيها الاستراتيجية ديت لما تفكر في اللي بتعمله شركات المحمول في مصر. كل شريحة محتاجة نظام معين: شريحة طلاب الجامعة، الموظفين، رجال الأعمال، ربات البيوت، الأطفال. طبعا الفرق شاسع ما بين المثال ده والحقيقة العملية في التسويق. فالحقيقة العملية إن الشركة لما بتختار إنها تستهدف كذا شريحة في نفس الوقت على حدة، بتبدأ تعمل استراتيجية تسويقية منفصلة ورسالة تسويقية منفصلة وبرنامج تسويقي منفصل. والاستراتيجية ديت بنسميها الديفرنتيتد ماركتين. والاستراتيجية الثالثة بقى أو الطريقة الأشهر بقى والأنسب لوضع السوق العالمي النهاردة، إن شركة بتبدأ تقيم الشرائح السوقية وتشوف أنهي أكتر الشرائح ديت اللي ممكن يجي منها أعلى ربح، وفي نفس الوقت تكون شريحة بنت حلال سهل نوصل ليها بمنتجاتنا وخدماتنا ورسالتنا التسويقية. مهم جدا إن الشريحة اللي تختارها الشركة تكون شريحة بتنمو، لأن ممكن الشركة تختار شريحة باين إنها مربحة وسهل الوصول ليها لكنها وصلت لمرحلة النضج أو الانحدار ومتوقع إنها تقل مع الوقت، وساعتها هتكون شريحة مش مناسب إن الشركة تشتغل عليها. وعموما طريقة استهداف شريحة من ضمن الشرايح في السوق هي الطريقة اللي بدأت تتبعها أغلب الشركات الناجحة النهاردة، وهي بكده بتبعد عن المنافسة وبترفع شعار كل واحد يلعب على قده. وغالبا الشركات اللي بتطبق الاستراتيجية ديت صح بتنجح، لأنها ببساطة ركزت على الشريحة اللي هتعرف تتعامل معاها، ومع الوقت بتكون فهم عميق لاحتياجات الشريحة المستهدفة وبتحجز المنطقة المستهدفة دي، وصعب تتحرك منها حتى مع دخول منافسين جداد. والاستراتيجية ديت بنسميها النيش ماركتين. عندنا استراتيجية في الاستهداف مرتبطة باستراتيجية التركيز الأخيرة دي، وفيها بتبدأ الشركة تطور منتجاتها وخدماتها لأماكن معينة وأحيانا لمتاجر معينة. زي إنك ممكن تشوف شركات بتفتح وتوزع وتظبط الإنتاج على قد الطلب في هايبر ماركت كبير بتتعامل معاه زي سبينز أو كارفور. والاستراتيجية ديت اسمها اللوكال ماركتين. أو يوصل ببعض الشركات الأمر إنهم يطوروا منتجات معينة لأشخاص معينين، وده بيبقى اسمه الانديفيدوال ماركتين. خلصنا التقسيم وعرفنا أنهي شريحة اللي هتشتغل عليها، نيجي بقى للخطوة المهمة، الخطوة اللي بتميز التسويق الحقيقي عن فهلوة السوق أو التقليد الأعمى. الخطوة اللي بعتبرها شخصيا من عبقرية التسويق والمسوقين، وهي تطوير الصورة الذهنية، البوزيشنين. في المرحلة ديت انت بتربط المنتج بتاعك بصورة وانطباع ذهني بيثبت ويترسخ مع الوقت في أذهان الناس. وطبعا لازم الصورة الذهنية ديت تتناسب مع احتياجات الشريحة اللي انت مستهدفها. وأشهر مثال على فكرة تكوين المنزلة أو المكانة التسويقية في أذهان العميل بيظهر في العربيات العالمية. يعني لما أسألك عن الصورة الذهنية لعربيات فولفو هتقول الأمان، ولما أتكلم عن مرسيدس هيجي في دماغك على طول البرستيج أو المكانة الاجتماعية، ولما نتكلم عن البي ام دبليو هتقول الرفاهية، أما تويوتا فهتقول عربية اقتصادية. طيب وسوبارو الوسائد الهوائية الإيرباجز، أما عربيات لادا الروسية فهتقول الصلابة والقوة، وهكذا. رواد السوق والصناعات بيختاروا كلمة أول علشان يكونوا الصورة الذهنية. فكلينكس هي أول مناديل ورقية، وزيروكس هي أول آلة نسج، وفورد هي أول عربية. ومش لازم الشركة تلتزم بصورة ذهنية تكون هي الأفضل في السوق. فشركة أفيس مثلا، وهي شركة مشهورة في مجال خدمات العربيات، بتحاول تحط صورتها في السوق على إنها تاني أحسن الموجودين في السوق، وبتستخدم التاج لاين ده We are no two so we try harder. وهي عايزة توصل للناس إنها ممكن ما تكونش أحسن شركة لتأجير وتقديم خدمات العربية، لكن علشان هي التاني ومحتاجة تبقى أحسن فهتتوقع منها جهد أكبر وخدمة أحسن علشان توصل لمكانة أحسن من كونها التاني في السوق. على الرغم من أهمية وقوة تكوين الصورة الذهنية في السوق على أساس كلمات التفضيل الأشهر زي أول، أكبر، أصغر، أجمل، أكتر راحة، أكتر أمان وغيرها، إلا إن في استراتيجية واضحة والناس بتقيس على أساسها صورة الشركة، وهي جودة وكفاءة منتجات الشركة بالمقارنة مع أسعارها. ودي الصورة الذهنية العامة في السوق. الشركات عموما بتطور خرائط الصورة الذهنية البوزيشننج مابس، واللي فيها بتقارن ما بين الشركات في السوق، والمقارنة بتكون على أسس زي الكفاءة، الرفاهية، الإمكانيات، الخصائص والمزايا في مقابل السعر. وغالبا الخريطة بيكون فيها حجم النصيب السوقي لكل شركة في مقارنة مع الشركات المنافسة، زي ما موجود في الشكل اللي قدامك اللي بيقارن الشركات على حسب الفخامة،
الكفاءة مع السعر. وحجم الشركة في الخريطة بيدل على النصيب السوقي اللي بتملكه في السوق. عموما أي شركة بيكون عندها استراتيجية عامة لتكوين الصورة الذهنية، الأوفرول ماركتنج بوزيشننج، وديت بتتطور على أساس معيارين رئيسيين اللي هما المزايا والمنافع اللي بيقدمها المنتج، البينيفيتس، في مقابل السعر اللي بيتقدم بيه المنتج، البرايس. وشوف الشكل ده، هتلاقي استراتيجيات المربعات الصفراء لأن الشركة فيهم ممكن تقدم منافع أقل من المنافسين، أو مساوية للمنافع اللي بيقدمها المنافسين في مقابل سعر أعلى منهم، أو إنها بتقدم منافع أقل أو هي منافع المنافسين في مقابل نفس سعرهم. أما الاستراتيجية الناجحة باللون الأخضر فممكن تبقى إن الشركة تقدم منافع أكتر بسعر أعلى، more for more، ودي زي الشركات اللي بتقدم منتجات عالية بأسعار عالية زي نايكي أو مرسيدس أو رولكس وغيرها. وفي شركات ممكن تكون في صورة تانية ناجحة بإنها تقدم منافع أكتر بنفس سعر المنافسين، more for the same، ودي زي مثلا لما عربية تويوتا تديك نفس الإمكانيات اللي بتشوفها في أي عربية وتزود لك على العربية ديت ميزة إنها مش مضرة للبيئة أو إنها بتوفر في البنزين. وفي شركات بتقدم لك مزايا وفوائد أكبر للمنتج في مقابل سعر أقل من المنافسين، more for less، ودي أكفأ وأعلى استراتيجية. ودي اللي بتحاول تعملها مثلا منتجات الصين واليابان، إنها تقولك إنها بتديك مزايا أكتر بكتير من المنافسين بسعر أقل، أو زي منتجات غذائية بتظهر بكفاءة أحسن وكمية أكبر بسعر أقل من المنافسين. لكن عموما السياسة دي صعبة جدا على الشركات، وممكن توصل الشركة لطريق ما تقدرش فيه تخدم عملائها بشكل كفء، وتلاقيها لا حصلت مزايا ولا سعر. في استراتيجية كمان وهي تقديم نفس المنافع اللي بيقدمها المنافسين بس بسعر أقل منهم، the same for less، وده مثلا زي ما بيحصل في حالة الأسواق الكبيرة والعملاقة الهايبر ماركتس، واللي بتقدم لك المنتجات بأسعار مميزة أقل من الأسواق العادية. وبرضه زي شركة ديل، واللي بتقدم لك منتجات فيها المزايا الموجودة والكفاءة اللي بيقدمها المنافسين في السوق لكن بسعر أقل من المنافسين. وممكن الشركة تقدم منتجات بمزايا أقل في مقابل أسعار أقل جدا من المنافسين، زي مثلا شركة الطيران الشهيرة ساوث ويست، واللي بتقدم لك خدمة اقتصادية جدا ما فيهاش كتير من المزايا اللي المنافسين بيقدموها، لكن في المقابل بتقدم الخدمات ديت بسعر أقل جدا من المنافسين. الشركة في الأول لازم تعرف فين هي المزايا الرئيسية عندها والاختلافات التسويقية عن المنافسين، value differences، وتبدأ تطور المزايا ديت في شكل استراتيجية عامة لتكوين صورة معينة في أذهان الناس، البوزيشننج استراتيجي، بناء على القيمة والمزايا اللي الشركة بتتميز بيها، وبناء على خطة التقسيم والاستهداف اللي الشركة طورتها. بتبدأ تكتب أهم جملة بتلخص الاستراتيجية التسويقية بجملة شبه الجملة دي للشريحة المستهدفة من المنتج أو الخدمة. منتجنا، اسم المنتج، بيقدم إيه هو المنتج ده وبيقدم إيه بالظبط بميزة تنافسية، وهنا نقطة التميز والاختلاف اللي هتتكون في أذهان الناس عن المنتج. وعلى أساس الاستراتيجية ديت هتبدأ الشركة تتحرك في مرحلة الفعل، وهي مرحلة تطوير البرامج التسويقية، الماركتينج بروجرامز، ودي اللي هنتكلم عنها الفيديو الجاي. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. ما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك، ده بيشجعنا نكمل، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد.